فيديو النهارده هقول لك على طريقه تبدا في الحاجه اللي انت عايز تبدا فيها من زمان ومسوفها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو النهارده. اول خطوه وهي حاول ما ترميش اللوم على حد. يعني انت عايز تبدا في حاجه ما تقولش اهلي اللي معطليني، اصحابي اللي مش عايزيني، حبيبتي اللي مش طايقاني، مش عارف مين اللي مش عايزني، والكلام الفاضي ده. انا محتاج حق كذا عشان ابدا، ومحتاج الحاجه الفلانيه عشان ابدا، محتاج رينج لايت عشان ابدا، محتاج ستاند عشان ابدا، محتاج مايك عشان ابدا، اهلي مش عايزين ابدا في الحاجه ديت. لا، ما ترميش اللوم على حد. اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، اللي عايز يوصل لحاجه هيوصل لها. انا كعلاء عايز ابدا قناه يوتيوب، حوشت واشتغلت، جبت لنفسي مايك، جبت لنفسي ستاند، جبت لنفسي رينج لايت، جبت لنفسي سوفت بوكس، جبت لنفسي الحاجات اللي انا عايز اصور بيها، جبت الحاجات اللي انا عايز ابدا فيها. مش محتاج حد او ما برميش اللوم على حد. نيجي بقى على الخطوه الثانيه وهي ابدا وما تسمعش كلام حد. يعني انت عايز تبدا في حاجه، ما ترميش ودانك مع اللي بيتكلم عليك، ما ترميش ودانك مع اللي عايز ينتقدك. بص يا حبيبي، الشعب المصري ده طبيعته انتقادي، هيقلصوا على اي حاجه فيك. لبست شيك هيقولوا انت عيل طري، طب لبست وحش هيقولوا انت عيل وحش وعيل بلطجي. اتكلمت بطريقه حلوه هيقولوا عليك عيل لا مؤاخذه، اتكلمت بطريقه وحشه هيقولوا ده اهله ما ربوهوش. فاهم حاجه ما ترميش ودانك مع الناس. يعني اهم حاجه كده ما ترميش ودانك مع الناس. انا اصحابي كله بينتقدني، قناه يوتيوب ليه؟ قناه يوتيوب مش عارف ايه، هو انت بتدي نصايح للناس؟ بتدي نصايح لنفسك وانت بتعمل اللي انت بتقوله؟ هو انتوا يا جماعه معايا، هو انتوا ما بتشوفونيش الا وقت الدروس؟ فانتوا وقت الدروس وقت المدرسه انتوا تعرفوا انا بعمل ايه؟ انتوا تعرفوا انا ببدا في ايه؟ لا، هم دماغهم جايبه، هم مش عارفين يعملوا اللي انت بتعمله فطالعين يشتموا. هم ناس ما بيقدروش يتكلموا قدام، لو فردين قاعدين بيتلجلجوا في الكلام وانا اقدر اتكلم قدام 3 مليون شخص. فحاول ما تسمعش الكلام حد. نيجي بقى على الخطة التالتة وهي حسن في شغلك كل يوم حتى لو 1%. يعني ايه؟ يعني مثلا انت لو بتصور في الاول وما كانش معاك ستاند فاشتريت ستاند، فانت كده طورت من شغلك. ما كانش معاك رينج لايت فاشتريت رينج لايت، ما كانش معاك سوفت بوكس فاشتريت سوفت بوكس، ما كانش معاك مايك فاشتريت مايك. فكل دي حاجات انا كده بطور من شغلي. ما كانش عندك مشتركين بقى عندك 32 مشترك، ما كنتش بتكتب وصف للفيديو بقيت بتكتب وصف للفيديو، ما كنتش بتعمل سكريبت وما كنتش بتجهز في الاول سكريبتات بقيت بتعمل سكريبتات، كنت بادئ في كتاب من حوالي شهرين والنهارده ختمت منه حاجات كتير. فكل دي انجازات انت بتعملها في شغلك. فحاول تحسن من شغلك كل يوم لو 1%. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المحتوى اونلاين، هتكون على الرقم اللي نزل قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضو ما تنساش تطور من نفسك، تطور من ذاتك وتستكشف. سلام.